فيجاس عامل احلى مدينه في اكتوبر وفي غرب القاهره بالكامل على مساحه 1000 فدان في وش مول مصر مباشره. والجميل هنا ان هو مش كلام على ورق، لا ده بالفعل في ناس بدات تعيش من النهارده، وعندك مرحلتين اتسلموا، وهناك في 4 مدارس شغالين من النهارده. عندك المدرسه الكنديه والبريطانيه والالمانيه، ومدرسه نرمين اسماعيل فيها النادي على مساحه 45 فدان. النادي مسجل تحت وزاره الشباب والرياضه عشان تلاقي فيه كل الرياضات وتلاقي فيه كل البطولات اللي ممكن ولادك يستنفعوا بيها. كل الكلام اللي انا بتكلم فيه ده سواء بقى مولات تجاريه ومكاتب ومحلات، سواء البيزنس هاب اللي انا بتكلم فيه ده كله، ولا المدارس ولا النادي، كل دول على مساحه 120 فدان. كل دول محطوطين في حته في طرف الكومباوند عشان ما ياثرش بالسلب على الناس اللي ساكنه ولا يعمل زحمه جوه مع الناس اللي ساكنه. وطبعا جوه كل مرحله تبقى دبل جيتد كوميونتي عشان تفضل لسه الكومباوند والمدينه دي محافظه على الخصوصيه بتاعتها. وكل مرحله ليها الكوميونتي سنتر الخاص بيها. انا بقى جاي اتكلم النهارده من وجهه نظري على واحده من افضل المراحل اللي بتطرح في المشروع. تخيل كده تشتري شقه جوه عماره دورين فقط لا غير، كل الارتفاعات ارضي ودورين، والدور على شقتين فقط، يعني اقل كثافه سكانيه ممكن تلاقيها. والاسعار هناك اسعار تنافسيه حلوه جدا جدا جدا. بنتكلم الغرفه نوم واحده من اول 7600، والغرفتين من اول 10 مليون، والثلاث اوض نوم بنتكلم في 13500. من كل الكلام ده كله تقسيط على 9 سنين مع 5% بس مقدم. والاحلى من كل الكلام ده كله ان انت هتستلم كمان سنتين، وهيبقى لسه معاك 7 سنين تقسط، وهتبقى ساكن جوه مدينه اوريدي فيها حياه من النهارده، وفيها كتير من الفاسيلتيز اللي انت ممكن تحتاجها من النهارده. اخر حاجه اقولها ان انت فعلا لو بتدور على بيت وعلى سكنه طيبه، مفيش اجمل من الكومباوند ده في اكتوبر بالكامل. شكرا.